من قلب شمال إفريقيا تونس، وفي أقصى شمالها مدينة بنزرت، وهي أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية. بنزرت البيا، بنزرت الجلال، بنزرت التاريخ اللي في العهد الفينيقي كان اسمها إيبو أكرا، يعني المدينة اللي اخترقها الماء. موقعها الاستراتيجي خلاها محطة لعديد الإمبراطوريات، القرطاجيين، الرومان، البيزنطيين كانوا يعتبروها من أهم مدن شمال إفريقيا. مزايا بنزرت عديدة: جمال الطبيعة وشواطئها الرملية والصخرية الرائعة. بنزرت هي فينيزيا القارة الإفريقية. جسرها المتحرك الشهير اللي يربط بين بنزرت وجرزونة، وقراها الجميلة في كل أطراف المدينة. المدينة العتيقة، القصبة والقصيبة وأزقتها الضيقة وأسواقها الشعبية. بنزرت معروفة بالميناء القديم، مطاعم السمك، وساندويتش اللبلابي هو اختصاص بنزرتي. المساجد التاريخية والمخزون الثقافي والتراثي لمدينة بنزرت كبير كما كل مدينة تونسية. انطلقنا من تونس العاصمة على بعد 60 كيلومتر من بنزرت، وكانت لنا بعض المحطات مثل شاطئ الرمال، المدينة القديمة، وراس سنجلة. وهكا نعيش جولة مميزة في أقصى شمال التونسي. سلام عليكم من تونس، من قلب النور أفريقيا، بلاد الفن والشيخة، بلاد الشعب السمباتيك، بلاد بحر وشميسة ونسمة وركشة فيك، بلاد الخير والبنة، بلاد الريحة اللي تشهيك. هذا جسر بنزرت المتحرك، تم إنشاؤه عام 1978 و 1980. يرتفع في اليوم عديد المرات ويسمح للسفن بالعبور إلى بحيرة بنزرت. طوله حوالي 500 متر، منهم 105 متر فوق البحر، وارتفاعه 15 متر على سطح الماء. هذا جسر بنزرت المشهور، جسر متحرك يرتفع حتى تمر تحته السفن في اتجاه الميناء. المضيق هذايا هو يفصل بين مدينة بنزرت ومنطقة زرزونة. وبنين الكسكوت اللبلابي البنزرتي. زين بلبلبي. صحة والله. صحفة لبلبي عمك مراد لا مراد، لا ما نحب السحفة، نحب كسكروت. كسكروت لا نمشي عمك مختار. عمك مختار هو أشهر واحد. أشهر واحد. مشيت معاك دق عليه. يرحم والديك. كاي باي باي. باي باي. توحشت الليل وريحة الياسمين. هذا كسكروت اللبلابي نتاع بنزرت المعروف. شكون يخدم فيه؟ بويا. احكي لنا على بنزرت والكسكروت اللبلابي وكل شيء. بنزرت بلاصة محلاها ولهنا. حتى انت محليك. عايشك. معروفة باللبلابي. كسكروت اللبلابي. صحة والله. كنت تقرا انت؟ يا باهي. اقرا يا باهي امورك واضحة؟ صح صح عليك، اقرا على روحك. والكرمة كيف تميل، توحشت الليل والكرمة كيف تميل، وقت الكلمة سليدي محلولة. منطقة القصيبة، الميناء اللي فيه الزوارق والبيوت الملونة. آخر جندي فرنسي خرج من تونس خرج من المدينة هذه، أسوار المدينة العتيقة لمدينة بنزرت. توحشت الخير وريحة. شوفوا البحر اللي موجود في بنزرت يدخل إلى داخل المدينة، حيث يكون هو الميناء القديم لمدينة بنزرت، وهذه إحدى أبواب المدينة العتيقة. قهوة أختي وضحكة مش مغسولة. يوجد منازل ملونة بالإضافة للأسوار هذه اللي هي أسوار المدينة العتيقة. وريحة الياسمين. توحشت سنين وريحة الياسمين. جامعة القصبة، جامعة في قلب مدينة بنزرت العتيقة. المساجد القديمة بتاع تونس.
شوفوا جمال المنبر. وهذه القبلة يقولوا إنه الجامع هذايا تبنى في من وقت الدولة الوردية عام 555 هجري. المساجد في تونس تكون تاريخها قديم وعريق. حق المروج الخضر قداش بالضبط؟ فما خيط غاديك مربوط. هكا مربوط هكا وهابط هكا يعني منقلب. أنا سألتكم على الوقت بحسن النية يعني. سألتك على الوقت بحسن النية. والخيط هذايا الخيط هذا يعطي الوقت مع الظل. الظل يعطينا تو مع الأربعة غير أربعة. الساعة الشمسية تسمى. شوف الورود والمساجد اللي متلاصقة ومتجاورة بمدينة بنزرت وأزقتها الضيقة الجميلة. الألوان الزرقاء والبيضاء، بالإضافة للناس الطيبة. يعيش. هذا الجامع الكبير، هذا حمام الكبير وجامع الكبير. هذا جامع الكبير بمدينة بنزرت. هذا يتسمى بالتونسي العطرية اللي يبيع العطور والفحات. ما عندوش حاضر، وتونس كلها تاريخ. هذه الأسواق الشعبية في مدينة بنزرت. السلام عليكم. هذايا عندنا الرمان، عندنا الاناناس، عندنا مانجا يعني. مانجو، ايوه مانجو. وعندنا وهذاك خلطة سحرية. خلطة سحرية هذيك. سبيسيال هذيا فيها دقلة. ما شاء الله. فيها فروي ساك، فيها بنان شايح مرحي. ما شاء الله. سبيسيال. أنا تو باش ناخذ الرمان. قداش كلفني واحدة؟ 30 مليم. بعد جولتنا في بنزرت توجهنا شمال أكثر، القرية اسمها راس نجلة، باش نشوفوا فعلا أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية. لا لا من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعولي الشوك في ثنية مهما ليا حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما. ما شاء الله سبحان الله. شوفوا جمال البحر. بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز عليا. أقصى نقطة في جمهورية تونسية وفي القارة الإفريقية. من هنا تبدأ القارة الإفريقية من أوروبا في اتجاه الجنوب. هذا مدخل القارة الإفريقية، ولما تكونوا جايين من الجنوب في اتجاه أوروبا هذه آخر نقطة في القارة الإفريقية. نحن موجودين في أقصى نقطة في القارة الكاملة، قارة أفريقيا. احنا موجودين بالضبط في النقطة هذه للجمهورية التونسية في الشمال، في أقصى نقطة بمنطقة راس إنجلة. ننصحكم انكم تزوروا تونس وتزوروا شمال تونس، وخاصة النقطة هذه اللي هي تجربة مميزة تخليكم تتعرفوا على أقصى نقطة بالقارة الإفريقية. هذه راس إنجلة وهذه الخريطة للقارة الإفريقية. مكان جميل جدا، فيه شواطئ رملية جميلة وغروب شمس مثل ما تشوفوا غاية في الروعة والجمال. مياه البحر نقية، ولو جيتوا يوم لتونس فرصة ما تضيعوهاش، تقضيوا يومكم في بنزرت. هذه تونس الجميلة، هذه تونس النقية الرائعة. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا بمدينة بنزرت. ما تنسوا تشتركوا بالقناة والإعجاب بالحلقة هذه، وإن شاء الله نشوفوكم في مدن أخرى من تونس الجميلة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. وحشت سنين وريحة الياسمين